زي ما هي. ودي عسل البوادي حلو جدا. اوريكم بقى حاجه ما نسيتش نفسي، وجبت مكسرات ازاز. مكسرات حلوه جدا وشيك. وحطوا لي لايك وسبسكرايب. يا مساء الفل، مساء الهنا، مساء الجمال عليكم، يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. بصوا يا بنات، انا مش عارفه بقالي فتره انزل فيديوهات عن الاكل قوي بالتفصيل، عشان انا والله ايدي بايظه خالص في كل حته. انا بعمل اكل بصوا مقشره، كنت بنظف في المطبخ تنظيف عميق فباظت خالص من كل حته. فانا بعمل اكل برضو، بس بعمل ايه على خفافي، وجوزي الله يبارك له يا رب بيساعدني. وكمان انا جيت الشقه دي اللي عارفني يعني، انا بقالي 3 سنين حرفيا سايبه الشقه، بس باجيها كل فتره وفتره، وما كنتش باجي في الاعياد وكده، فما كانش فيه مناسبه ان انا انضفها تنظيف عميق. فانا الايام دي برضو بنضفها تنظيف عميق انا وجوزي، فما فيش وقت قوي اعمل وصفات حلوه كده تعجبكم. فقلت يا بنتي يا ريت تعملي فيديو ايه. قلت ما اوريكم المشتريات اللي انا جبتها معايا وانا جايه. فصلوا على النبي يا جماعه ونبدا الفيديو كده. اول حاجه جبتها اللبن بخيره. طب ليه يا ناهد ما بتجيبيش لبن طبيعي؟ انا ولادي خلاص خدوا على ده ومش بيحبوا اللبن التاني خالص، او هو مش بيحبه. اللبن الطبيعي بجيبه امتى؟ بجيبه لما اكون بعمل وصفه مكرونه بشاميل، رز بلبن، رز معمر، اي نوع في الاكل بعمله بلبن طبيعي عادي خالص، لبن جاموسي. فانا جبت، احنا ما شاء الله بقالنا فتره هنا، بقالنا يجي 5 ايام، فالعيال شربوا منه. كنت جايبه 7 اكياس ب 22 جنيه، 7 لبن بخيره، الواحد ب 22، معرفش هنا بكام، بس انا حاسه هنا ب 21، قولوا لي. المهم جبت تاني حاجه العسل البوادي، ده تحفه جدا، عسل الاسود، ولادي برضو بيحبوه. الناس يا جماعه اللي هتقول ما فيش يعني فرق بين العسل اللي هو السايب والعسل ده، العسل ده تحفه جدا. ماشي. وجبنا نص ابيض لان في ناس تانية جايبه لنا عسل تاني، فانا ده مشترياه من بتاع الجبنه. ماشي. وجبت طحينه بحتاجها، ده الفاتوره بتاعتي مش معايا. وجبت 2 جبنه موتزاريلا الحمد. ماشي. استخدمت واحد واتبقى واحد. عايزه اعرف لكم الجبنه الموتزاريلا بكام. الحمد ساده ب 60 جنيه. دي جبنه موتزاريلا ساده ب 60 جنيه. وده تمييز للعيال بيحبوه بلبن. التمييز ده بكام؟ ب 40 جنيه، صح؟ مكتوب عليه لوحده. نفتح الكرتونه بقى، نفتح الكرتونه ونصلي على النبي كده. الحاجات دي اللي انا محتاجاها يعني عندي، قلت اجيبها معايا بما اننا جايين في العربيه بتاع اخويا، فقلت ايه اشتري الحاجات من هناك بالمره عشان ما انزلش واشتري حاجه من هنا لحد الشهر الجاي ان شاء الله، او على حسب ما الحاجه تخلص هنزل اشتري غيرها. يا رب بس ما اطولش على كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا اولاد، صلوا على النبي. اول حاجه جبت ده ورق لوري. بكام يا بنتي يا ناهد؟ الحبه دول 19 جنيه. ورق لوري ده من حد كويس يعني، مضمون هناك، ورق لوري. ماشي. جبت تمن فلفل مضمونين جدا، العطاره دي مضمونه هناك حلوه قوي. جبت تمن فلفل ماشي 35، وتمن كمون، لا الكمون ب 35، وتمن فلفل وقرفه. وجبت قرفه، القرفه دي بكام؟ ب 23 جنيه برضو. جبت تمن قرفه. ماشي. يبقى تمن فلفل وتمن كمون وتمن قرفه. جبت بقى حبيبي، ده حبيبي وروحي ده يا ولاد، ده حبيبي، ده الدقيق الحلواني، تحفه في المعجنات يا جماعه، حلو جدا. جبت بقى ايه عشان ان شاء الله نستخدمه مع بعض. جبت 4 اكياس، واول ما جبته عييت على طول، مش عارفه اعمل حاجه. جبت 4 اكياس. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. جبت 4 كيلو. خلاص انا الدنيا جنبي متدربكه خلاص. جبت دقيق، جبت الاساسي الرز ده بحبه جدا برضو الايطاليانو. جبت كام كيلو؟ جبت 7 كيلو رز. هوريكم دلوقتي هو بكام، عايزه اعرف الرز بكام. فين الرز؟ ب 29 جنيه، بس ده رز ايطاليانو حلو جدا جدا، رز ايطاليانو. جبت 7 كيلو. ماشي. 1 2 3 4 5 6. جبت 2 شعريه، وادي السابع بتاع الرز.
وجبت 2 شعريه، انا قلت له حوا بس هو جاب لي الملكه مش مشكله. ماشي. جبنا بقى اللي احنا القمر دي مكرونه شرايط يا جماعه، بس جابها لي ريجينا. انا كنت عايزاها ايطاليانو بس هو جابها لي ريجينا. دي مكرونه شرايط مش اسباجيتي، اعمل بيها النجريسكو. مكرونه شرايط اهي، عشان في ناس مش عارفه بين الشرايط والاسباجيتي. وجبت طبعا ازازه خل، وجبت ازازتين زيت ست البيت. عايزه اعرف برضو الزيت بكام، ده اهم حاجه. الزيت ب70 جنيه خلاص، والخل ب 15 جنيه، واللبن ب 22 جنيه. ورق لوري طبعا قلنا بكام، وقرفه وكمون وفلفل اسود. والمكرونه الشرايط ديت الكيلو ب 24 جنيه، يعني الكيس ب 12 جنيه. والرز ايطاليانو الكيس ب 29 جنيه، بس الرز حلو جدا. والدقيق طبعا ب 27 جنيه، برضو الدقيق حلو لجميع المخبوزات، فطير، اي حاجه حلو جدا ما بيقطعش معاكي. خلاص بس كده. والكرتونه ديت كانت مليانه، كانت زي شنطه خمسه كده. اوريكم بقى